السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. جبت لكم اليوم وصفة تاع طاجين زيتون بالرولي كيما وعدتكم بها. شوفوا غادي يكون بنين وبريزونطابل تحطوه لضيافكم. رولي دجاج محشي بالفرماج الطري راني خدمتها معاكم في الفيديو اللي قبل هذا، وحتى الزيتون بطريقة بسيطة للمبتدئات ان شاء الله. على بركة الله نبدو ونشوفوا وصفات تاعنا واش فيها. اولا نغلو الزيتون تاعنا. انا كان عندي هنايا رطل ودو طرونش تاع ليم وزدت ورقات رند وحطيتهم على النار. نجيبو الكيكوطه تاعنا ونديرو الزيت. هنايا راني دايره البصله مفرومه وزوج فصوص ثوم والعظم تاع الدجاج باش نبنو الزيتون تاعنا وريقات رند. هنايا البصله تاعنا لازم حتى تدبل وتتعسل. عاد نزيدو لي زيبيس اللي هما الكركم وسكنجبير، حبه كحله وعود قرفه ونص مرق دجاج، وما نديروش الملح لاخاطش نخاف الزيتون يجي مالح. على هذيك يغلي الزيتون ندير له مغرف سكر ونخليه باش تقلع عليه الملوحيه. نمرقو ونخلو الطاجين يطيب. بالنسبه للرولي راني درت لكم فيديو مفصل، غادي نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. هنا بعد ما طاب الرولي تاعنا رمدوه في الفرينه من بعد البيض ولا شابلور هي التاليه ونروحو نقلوه. وما تنسونيش بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد غالياتي. ولازم نقلوه في زيت يكون حامي على نار متوسطه. هو راه طايب نسحقوه يحمر من برا برك ويعطينا طبقه مقرمشه ونحمروه من قاع لي كوتي. كيما راكم تشوفوا راني مقابلاته ونقلب فيه غير بشويه ما نسهاش عليه باش نتحصلوا على هذاك اللون الاحمر الله الله. شوفوا كيفاش خرج لنا. وهنا غادي نقسمه وهو حامي. نتوما خلوه حتى يدفى. وهنا نوريكم كيفاش جا من الداخل. شوفوا لي يجي حاكم روحه وطري ما شاء الله. بعد ما طاب طاجين زيتون نسربيه. شوفوا كي جانا مجمر وخاطر بلا مايزينا بلا اي اضافات. هي كي تكوني مقليه البصله مليح ومطيبتها على هواه يعطيك نتيجه بزاف شابه. وهذا هو الشكل النهائي. نضيفوا له جبن مبشور في الاخير ويكون الطبق تاعنا واجد. والنتيجه امامكم ان شاء الله يكون عجبكم وتكون خفيفه عليكم. ما تنسونيش بجام. يعطيكم الصحه. سلام.